السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض كيكة الرواني او الروانية او كيكة البسبوسة زي ما بتسميها. بعد ما تطلع من الفرن كده زي ما احنا شايفين بنزوقها بقى زي ما احنا حابين. شوية جوز هند رشينه وحاطينه على القطع، طبعا ده بعد ما قطعتها، او بندهنها طبقة مربى كده من على الوش اللي يريحك. هنحط اول حاجة نحطها على النار، بنحط معانا الشربات بتاعها. 6 كوبايات سكر عليهم 6 كوبايات مية، تمام كده، وعليهم عصير ليمونة. طبعا في اخر الفيديو هقول لكم طبعا ان الشربات طلع زياده، فهنخليهم 5 كوبايات سكر عليهم 5 كوبايات ميه، علشان ايه طلع الشربات زياده. عليهم عصره ليمونه كده، بنقلبها بالراحه كده، ونشيل من عليها طبعا لو نزل عليها اي بذور ولا اي حاجه بنشيلها. ونديها تقليبه كده ونرفعها على النار. المهم ما يبقاش في سكر عشان ايه ما يكرملش معانا او ما يسكرش. هنبدا نرفعها على النار ونسيبها بعد الغليان 10 دقايق، وبعد كده ننزلها. ده معانا بقى هنا بنشتغل في الروانيه بتاعتنا. معايا نص تقريبا 450 دقيق ابيض، عليهم 550 دقيق سيمولينا اللي هو بتاع البسبوسه. يعني ده الابيض كوبايه الا تلت، الدقيق السيمولينا كوبايه وتلت. معايا السكر اللي انا هستخدمه نص كيلو 500 جرام. معايا اللبن الرايب ده او الزبادي ده، لبن انا مروباه. معايا مقدار، هو المفروض 3 كوبايات، فانا هحط كوبايتين ونص منه، وهحط كمان نص كوبايه لبن حليب. ومعايا كوبايه ونص زيت، معايا 2 كيك شيف، ومعايا عصير ليمونه، ومعايا كوبايه ونص جوز هند. انا هحط في الخلاط 6 بيضات، عايزه ازود على البيض عن كده زودي. ده 6 بيضات بلدي، هحط عليهم معلقتين كبار فانيليا، وعليهم عصير ليمونه كامل، ليمونه كامله كده. ده يعتبر زي الخل يعني معانا. طبعا جوز الهند كل ما بيكون ان هو لسه يعني حلو كده بيبقى بيدي ريحه حلوه. بيدي ريحه حلوه كده حتى وهي في الفرن ولما تطلع. انا حطيت كده اهو كوبايه ونص زيت، واحط السكر عليهم ده كله في الخلاط، واحط شويه من الرايب اللي معايا او الزبادي اللي معايا. احط جزء منه واضربه في الخلاط ضربه مبرحه كده لحد السكر ما يدوب، تقريبا مقدار 5 دقايق كده، والدنيا تفتح معانا تبقى حلوه. وبعد كده هنعمل الجزء التاني ده. بصوا حتى بالشرش بتاعها كده، بعد ما ضربناه حطيناه كده اهو في الحاجه اللي احنا هنشتغل فيها. ونفس شفشق الخلاط بقى هنحط عليه بقيه الزبادي اللي معانا، واحط عليهم نص كوبايه حليب. وجوز الهند، جوز الهند عايزين ننعمه، هو مش ناعم بزياده، فبنحطه كمان عشان نطلع ريحته ويبقى ناعم اكتر كمان. ضربناه مع بعض كويس، وبعدين نحط الخليط على بعضه. انا طبعا المفروض ان انا انخل الدقيق الابيض لوحده الافضل يعني، عشان يديكي يدخل فيه هوا، وبعدين ندخل الدقيق، وكمان لو فيه شوائب. وبعدين ايه بنحط الدقيق السيمولينا. الدقيق السيمولينا بنجيبه من مكان مضمون ما يكونش فيه شوائب، وانا عارفه ان انا جايباه من مكان كويس، فكل ما ادخله الاقي السيمولينا طلع لفوق ما بينزلش منها. فطبعا بدات ان انا اكب كده على بعضه. نحط جزء جزء تقريبا على 3 مرات، بنضربهم في نفس الاتجاه، يعني نضرب يمين يبقى نضرب يمين كله واحنا شغالين عشان نطلع الهواء. وكمان بنحطه على اجزاء عشان ما يكلكعش معانا. اخر جزء بسيبه ان انا بحط معاه بقى الايه البيكنج باودر. انا حاطه 1 كيك شيف وواحد تاج الملوك اللي هو محسن كيك. بضربهم كويس مع بعض كده. طبعا الفرن بتاعنا مشغلاه، وبعدين بتاكد بالسباسكيولا كده ان ايه ان كله داب من فوق وتحت. طبعا ما نقلبش كتير، يعني نحاول ما نقلبش كتير عشان السمولينا اللي معانا. صينيه، دي صينيه مقاس 45، بدهنها زيت، وبعدين بعفرها بالدقيق واحط فيها البسبوسه، واديها خبطتين كده، او دقيق الروانيه اديها خبطتين كده من تحت، وتدخلها الفرن. قعدت 3 4 ساعة 45 دقيقة بالظبط، وطلعتها من الفرن. بدأ يطلع لها ريحة، شغلت عليها الشواية كده، خدت اللون اللي هو ايه اللي على الوش ده. لما طلعت لما طلعت من الفرن كان الشربات بتاعنا هدي، فبدأت ان انا ايه اديها الشربات بتاعها كده. طبعا الشربات طلع كتير، يعني انا حاطه 6 كوبايات سكر على 6 ميه، زي ما قلت لكم كده خلاها 5 سكر و5 ميه. انا بقيس الصينيه قدامكم. كده ده شربات وشربته الحمد لله. وبعدين نبدا ان احنا نقطعها بقى بالحجم اللي انت حباه. زي ما قلت لكم ممكن ندهنها دهنه مربى، او نديها جوز هند من على وشها دهن. حطيت جوز هند ده كان متوفر باقي عندي، وبعدين وحطيت على جزء منها شويه من على الوش كده. كل ما بتبرد على فكره هي سخنه بتبقى جميله، ولما بتبرد بقى بتطلع قطعه معاكي احلى كمان. يعني دلوقتي احنا بنطلعها كده تحس ان هو الشربات تحت، ده اللي باين لي انها شربتها كان زياده، هي كانت عايزه شربات اقل شويه. بس الطعم حلوه جدا، هتعجبكم ان شاء الله وتعجب اولادكم. تحليه تغيير في الكيك اللي احنا بنعمله. واتمنى تعجبكم. الف هنا وصحه على قلوبنا وقلوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.